السلام عليكم. صباح الخير. سنة جديدة، سنة سعيدة علينا جميعا. أعتذر على التأخير، وأنا كل مرة بقول كده فأنا آسفة من جد. في شوية حاجات كانت ملخبطة معايا. نبدأ الفيديو. هنا أنا كنت رايحة القنصلية عشان أجدد جواز السفر، الباسبور. فأنا صومالية، اللي ما يعرف أنا صومالية. I am Somalian. أعيش في جدة في السعودية. وهذا اليوم كنا رايحين عشان نجدد الباسبور. على فكرة وديته إلى الآن ما جبته، مع إنه الآن عدى أكتر من شهر. مش عارفة، في حاجات كده شوية ملخبطة، أكتر من حاجة شغالة فيها ما بتزبط، وهذا الشيء مضايقني نفسيا. فعشان كده كل ما أبغى أنزل هذا الفيديو في حاجة ما أدري، أقول نفسي خليها بعدين، خليني لما أهدى شوية، لما أروق شوية. بعد كده هنا كنا خلاص مخلصين يعني، فكنا خارجين. ودائما طبعا الإجراءات دائما تطول، يعني الواحد يقعد بالساعات جوا القنصلية من مكان لمكان كل شوية. كل الناس كده على فكرة. بعد كده هنا بوريكم عباية اشتريتها في الجولة الأخيرة حقت سوق البلد، لا قبل الأخيرة اللي اشتريت فيها العباية دي أخذتها ب55. هي مو سعرها كده أصلا، بس صاحب المحل احنا زباين عنده من مدة، فكان بيراعينا. ما مفروض هو ما يبيعها بهذا السعر. بعد كده هوريكم طرحة أخذتها برضو كم يا ربي، لا نسيت معلش. في واحدة لونها عودي ب10 ريال، والتانية أعتقد برضو ب10، أعتقد الرمادي. بس اللي لونها عودي هتشوفوا لونها غريب شوية في التصوير، يمكن لاني صورتها وقت المغرب. هنا هي العباية مش واضحة كويس هنا في التصوير، عندها سوستة مش أزارير، سوستة. وأنا حبيت إن هذه المرة بس أغير. بس أنا بصراحة أنا بحب الأزارير أكتر، حتى لو متعبة شوية تنفتح كل شوية وأقفلها كل شوية. هنا بعلقهم على الباب. هنا الطرحة العودي شكلها طالع شوية غريب لأني صورتها المغرب. مش عارفة هذه الجولة بالذات سبحان الله، ما أعرف ليش كل مرة أبغى أنزلها لازم شيء يعطلني، لازم شيء يطلع لي يعطلني، أو نفسيتي تكون تعبانة، أو أفكر في أكتر من شيء في وقت واحد. وأنا لما أفكر في أكتر من شيء في وقت واحد كلامي حتى يكون مش مفهوم، ملخبط، أتأثر نفسيا جدا يعني. واحدة من الحاجات اللي حصلت كنت في يوم، كان يوم الخميس. مش عارفة والله أتكلم في الموضوع ولا أسكت، ولا مش عارفة يعني. أنا احتراما للأم والأب لهذا الشخص اللي كلنا شفنا الفيديو حقه اللي انتشر، كان يوم خميس وأمطار، الشخص اللي غدروا فيه أصحابه. فأنا كنت شفت الفيديو زيكم، وطبعا نفسيتي تعبت، وأنا كنت مخططة في نفس اليوم إني أنزل الفيديو. فما أعرف، سبت الموضوع، سبته على جنب، قلت خلاص لا تنزل الفيديو الآن. بقي خميس جمعة سبت أحد، كل هذه الأيام نفسيتي تعبانة من الفيديو اللي شفته، فما كنت حابة. بعد مع الوقت نسيت، ولما أتذكر أقول نفسي دحين هقوم يطلع لي حاجة، لا دحين هنزل الفيديو يطلع لي شيء يعطلني. الآن سبحان الله النصيب. الآن إن شاء الله الجولة تعجبكم، تستمتعوا فيها وتطلعوا منها حتى لو بفايدة بسيطة. بصراحة في أخت كده أنا بتابعها في السناب، فلي مدة ما يعني ما فتحت عليها. فبالصدفة بعد المقطع حق الرجال ده اللي غدروا فيه أصحابه الله يرحمه، فتحت عليها كده بالصدفة، ما أدري لقيتها تتكلم عن الموضوع، لأنه وقتها كان الموضوع ترند فكل الناس تتكلم عنه. بعدين بالصدفة صارت تقول إنه أم وأب هذا الشخص ما يبغوا أحد يعني يتكلم في ذا الموضوع، واللي عنده المقطع يا ريت يحذفه. فطبعا وسمعت طبعا تسجيل صوتي للأم، وطبعا كان شيء مؤثر.
فتعبت نفسيتي زيادة، وأنا ما أبغى أتكلم في الموضوع لأنه خلاص شيء راح، واحتراما لأمه، لأبوه، لأهله، لزوجته، لأولاده، يعني خلاص الله يرحمه، هو يعني هو عند ربنا. صوت الأم كان محزن ومؤثر بالنسبة لي، فاحتراما لها أنا مش يعني. وبصراحة أنا ذكرته كده بالصدفة أنا ما كنت بصراحة أبقى أقول، بس كان نفسي أوضح لكم إنه أنا فعلا تأخرت علشان فعلا في حاجة بتطلع لي بتعطلني. حتى هذا الفيديو لما انتشر وشفته زي كل الناس، أنا ما شفت الفيديو كامل، أنا شفت جزء منه في البداية، فافتكرته شخص انطعن بسكين، فقلت نفسي لا، أنا بخاف من الحاجات دي، ليش أتفرج عليها؟ بس فطفيت الفيديو على طول. بعدين فهمت القصة كيف، يعني إنه إيش اللي صار معه وكده. عموما الله يرحمك يا أخ، يعني خلاص الله يرحمه يعني، ويصبر أهلك. أنا هنا مثلا الجولة دي في البحر، ما أعرف، رجعت البيت لقيت رجلي متعورة فيها إصابة. أنا بصراحة ما أعرف، رحت مشي ورجعت مشي، والدنيا كانت حر شديد يعني. ما أعرف كيف، ما كنت بصراحة كتير مبسوطة ماني عارفة أنا تعورت في البحر ولا تعورت في الشارع، ولا الدنيا كانت حرارة شديدة. أنا مثلا من النوع الناس اللي ما أطلع بوشي، ما أظهر في الفيديوهات. هنا في مشهد هتتفاجئوا إني صورت نفسي، لأني بصراحة كنت روحي بتطلع الدنيا كانت حر شديد ورطوبة. اللي عايش في جدة يفهم أنا عن إيش أتكلم. أنا رحت يوم 1 سبتمبر، كان شديد الحرارة، أنا عبايتي كانت مثلا مغسولة ونظيفة وتوسخت وتبهدلت في المشي. حتى صورت مقاطع كده أنا بوريكم قد إيش العباية انعدمت من تحت. في آخر مشهد وأنا راجعة البيت كمان بيظهر معانا مركز الجمجوم، في محلات من سوق الكندرة نقلت على مركز الجمجوم. أنا زي ما سمعت إنه في بعضهم راحوا البوادي، سوق البوادي، واللي راحوا على مجمع الشرق ومركز الجمجوم، وفي مكان رابع كمان ناسية اسمه. الجولة دي في البحر، قلت زي ما قلت قبل كده في فيديوهات سابقة، الجولة دي في البحر اللي كان مفتوح واتقفل، المفروض يعملوا له صيانة أكتر، بس يمكن هيعملوا الآن، مش عارفة. أنا شايف المكان بسيط جدا على فكرة، هو نفس المكان، مش هي المشاهد بتتكرر، لا. أنا ماشية هنا مثلا وصلت على النهاية، أنا مثلا بشوف ناس جايبين معاهم بيشموا، مثلا جايبين فحم ولحمة وبيشموا، في ناس جايبة معاها قدرة ضغط، في ناس بتصور سنابات. أنا هنا مثلا وصلت على نهاية البحر. المساحة كبيرة زي ما انتم شايفين، من هنا المنطقة دي فاضية، السيارات والناس عند البحر، العائلات جالسين عند البحر، فما كان بالشكل ده اللي انتم شايفينه. هنا بصورهم من الخلف، ما ينفع أطلعهم، يعني أطلعهم من ظهرهم ممكن، لكن من حواليا كده صعب شوية. انتوا عارفين السفينة اللي كانت موجودة في البحر ده، شفتهم نقلوها، حطوها عند الطريق اللي الواحد لما يكون رايح أسواق البلد، شفتها محطوطة هناك اللي لونها أزرق كده. أنا لما رجعت البيت طلعت الصورة، صورتها زمان قبل ما البحر يقفل، حتى ما قبلها بسنين حتى. هنا مثلا أنا طلعت هنا مثلا، أنا ما أعرف بالضبط أنا إيش كنت قاعدة أعمل صراحة، كأني روحي بتطلع مني، يعني كنت حاسة بتعذيب. صورت الصورة دي واحتفظت بيها للذكرى، هتشوفوها في آخر مشهد في الفيديو ده،
عشان اللي مش فاكر يتذكر، يعني بالضبط هو نفس نفس المكان اللي كان فيه السفينة، هو ده البحر اتقفل واتفتح. أوكي، الآن نقلوا مكانها من البحر ودوها عند طريق أسواق البلد لما الواحد يكون رايح هناك. أنا هنا كنت حاسة إني خلاص بودع، فقلت خلاص أخذ آخر لقطات. خلاص كده كانت آخر شيء. بعدين تعبت وجلست شربت موية على الرصيف كده جنب الرصيف. علبة الموية مش ظاهر اسمها، فمش هتتفهم إنها إعلان، وهي مش إعلان فعلا، يعني هي موية اشتريتها في الطريق وأنا رايحة. وأخيرا نزلت هذا الفيديو اللي تأخر كل هذا التأخير. أنا نفسي مستغربة إنه لكن برضو أنا بحب رياضة المشي. برضو هقول المشي رياضة جميلة. نختار الوقت ونختار المكان. انعدمت خلاص، أنا عبايتي انعدمت وأنا تعبت وروحي طلعت كل شيء. هنا خلاص ده خلاص أنا كده سبت منطقة البحر ورحت المنطقة التانية على الشط التاني كده. خلاص أنا راجعة البيت. كل اللي بيظهر ده طبعا أكيد مش إعلان، أنا صورته قبل ما يطلع القرارات الجديدة دي اللي طلعت في شهر أكتوبر الماضي. هذه آخر مشاهد. هنا مركز الجمجوم. بوريكم إنه مكتوب اسم محل كان معروف في أسواق الكندرة، في العمارة الزرقاء، هي واضحة أمامكم. وبعدين كده بنختم، وخلاص آخر شيء هيكون الصورة اللي بعدين اهي هتظهر الآن. اهي هي دي السفينة العظيمة دي. هي نفسها دي. هي نفسها كانت موجودة في البحر. اهي صورتها. يلا نشوف وشكم بخير إن شاء الله، يمكن بعد 6 شهور الله أعلم. ادعوا لي إني أرجع لكم بسرعة. طيب يلا مع السلامة يا أخواني يا أخوات. يلا باي باي، أودعكم.